بسم الله الرحمن الرحيم. استنادا لصلاحياتنا الدستورية وعلى ضوء قرار مجلس النواب بحل نفسه، وبعد التشاور مع القوى والقيادات السياسية والفعاليات الاجتماعية، وقعت المرسوم الجمهوري الخاص بإجراء الانتخابات النيابية المبكرة في 10 تشرين الأول المقبل. إن الانتخابات المقبلة مهمة ومفصلية وتأسيسية، وتأتي بعد حراك شعبي ناهض يطالب بالإصلاح وتصحيح المسارات. ولذلك فإن تأمين حق العراقيين في اختيار ممثليهم بعيدا عن الضغوط والابتزاز وسرقة أصواتهم يمثل أولوية قصوى لتكون العملية الانتخابية المسار السلمي للخروج من ترسبات وتراكمات المراحل السابقة. إن مؤسسات الدولة المعنية وبعد إصدار المرسوم الجمهوري بتحديد موعد الانتخابات مدعوة إلى الإسراع في تحقيق متطلبات إجراء انتخابات نزيهة في مختلف مراحل إجرائها، وبما يزيل الهواجس والشكوك التي كانت سببا رئيسيا في عزوف قطاع ليس بالقليل من المواطنين عن الانتخابات السابقة. وفي هذا السياق نؤكد ضرورة العمل والتنسيق الفاعل والجاد بين الأمم المتحدة ومفوضية الانتخابات لتأمين الرقابة الأممية وضمان نزاهة العملية الانتخابية بما يساهم في نجاحها، وبما يضمن السيادة واحترام القرار المستقل للعراقيين. نعلم أن الانتخابات ستجري في ظروف نقدر وتقدرون حتما مصاعبها، إذ ما زالت أزمة كورونا مستمرة للأسف الشديد، كما أن التحدي الأمني بمجابهة الإرهاب والخارجين عن القانون ما زال قائما، إلا أننا نعول على همة أجهزتنا الأمنية ووعي شعبنا بتحمل المسؤولية في حفظ أمن الانتخابات والناخبين. إن أبناء شعبنا يثبتون في كل مرة إنهم شعب نابض بالحياة وقادر على إنفاذ إرادته الحرة، فمن حق العراقيين التمتع بخيرات بلدهم وأن يعيشوا حياة حرة كريمة. ومن أجل ذلك لا بد من تهيئة المناخ السياسي المطلوب لرفع المعاناة وتحقيق العدالة في اختيار سلطات تشريعية وتنفيذية قوية وقادرة على صيانة السيادة وحفظ الدولة وهيبتها وترسيخ العدالة بين المواطنين. ندعو الجميع إلى الاستعداد للانتخابات والمشاركة الجادة فيها والتعبير عن إرادتكم الحرة، وهي فرصتكم لتحقيق تطلعاتكم النبيلة. فلتكن أصواتنا الانتخابية حاسمة وحازمة في تأكيد الانتقال بالعراق إلى مرحلة يكون فيها أكثر تقدما وعدلا واستقرارا واستقلالا. والسلام عليكم أيها المواطنين الأعزاء ورحمة الله وبركاته.